غرب يبدأ من سواحل الأطلسي وشرق يتنفس روح المتوسط وعلى أرض ليبية جامعة. هنا ملعب يلعب كرة الأمام في ظهر المدافعين، يحاول العود ولكن الوصول لنوبالي. جريتا كبيرة، سلم باص مميز باتجاه بن صلاح، الرباج بلمسة واحدة باتجاه لقماني، القيادة تتحول لإسماعيل العود، الرباج يا سلام، تدخل أخير مميز جدا 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 من السبعة في المنتخب الجزائري ياسين عابد. متعة ورونق خاص في اللقاء الماضي لكل من تابع اللقاء المغربي. هذا التاكلينج والتدخل مميز لياسين عابد. عودة للاعب اندرلاخت محمد حبيب، وقت الاوفر، وقت العرضية خطيرة، رباج كنترول، رباج مهاري، رباج عرضية، الرباج راسية وابعاد، ابعدت الكرة، عادت كونتر اتاك جزائري، فالمي باس داوود واحدة بينية، يا سلام، وصلت لياسين عابد، عابد داخل المنطقة، نعم امام طاهري، عدى راوغ، عرضية ممكن وطاهري موجود، ايمن طافرة للتنفيذ، وليد نتشاب يلعب كورته على القائم الثاني، راسية وإبعاد، أطلقت الصافرة، داوود خطيرة والارتداد، راسية، وصول للرباج، طولها على نفسه، إبعاد للدفاعات الجزائرية. مصر وتونس، كرة من طاري للرباج، رباج يا سلام، رباج بينية يا عيني، وصلت للقمان، عرضية، ماذا يشير حكم اللقاء؟ هدف مغربي أول، هدف مغربي أول، تسديدة، دربكة داخل المنطقة، أخطاء دفاعية وفرحة مغربية، فرحة مغربية بعد ربكة دفاعية، هدف أول مغربي عكسي عن طريق دفاعات المنتخب الجزائري، فرحة كبيرة مغربية، والتحية من بيريرا، التحية من القائد الفني للمنتخب المغربي، الفرحة عند الجماهير المغربية هنا في مدرجات ملعب الاتحاد العسكري، والحكاية نعم بالرقم 17، واللبسة الجميلة نعم عند الرباج سلم بينية مميزة لرامي لقماني، وهذا ما ضرب دفاعات الجزائر. هدف أول مغربي، هذه البينية، لقماني توغل، سدد بيمينه، هنا الربكة الدفاعية وأخطأ نوبالي ولم يصل لها حارس المرمى اسكندر. يا سلام عليك يا رباج، يا سلام عليك يا إبراهيم، يا رباج، إبراهيم الرباج كسر دفاعات الجزائر بمهارة فنية وببينية رائعة باتجاه لقماني. هذه العرضية لا وجود للمهاجمين، وصلها لقماني وسددها، ونوبالي أخطأ في الإبعاد، صافرة محمد علي. يعجب من هذا الشاب إبراهيم الرباج، وصل باص ليليان، عرضية وحارس المرمى، نتشاب المراوغة رائعة في مهب الريح مع كورة للرباج، الرباج حاول يسدد كورة مباشرة سهلة، نوبالي لا يبالي بالدفاعات المغربية، ولكن اسماعيل العود يمشي يتدرج يراوغ يعدي بالمهارة، ولكن طالت كورته، واعلن حكم اللقاء محمد علي عن فاول خطأ لاسماعيل. الرباج ابراهيم مصدر الخطر الاول، يلعب كرة على القائم الثاني، يا سلام على التايمينج، ادم اللاكي باتجاه اليان حديدي، اليان الى الرباج، رباج ابراهيم، رباج وتدخل نشاب، يلعب كورته داخل المنطقة على القائم الثاني بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، نوبالي يلعب أوفر عرضية راسية مغربية، الرباج إبراهيم صافرة حكم اللقاء، فاول خطأ إبراهيم الرباج أمامنا على الصورة، نتشاب وآدم بن علي، وكلاهما في خط الوسط مع كرة بينية أسهل عند الدفاعات المغربية. آدم بن علي عرضية سهلة عند آدم لمعاش بالمهارة، نشاب يرفع راسه يلعب كرة، يا سلام ولكن ضيعها بلال داوود، نشاب مميز جدا، وليد اللي أمامنا على الصورة رائع بالمهارة في الواجبات الهجومية، بالجرينتا دفاعيا يصل للكرة، سلم بينية، دكة الفنية وبنك الاحتياط للمنتخب المغربي، عديد الأسماء المميزة.
شاهدنا منها في اللقاء الماضي. حمزة شعلالي، هذا تأكيد من اسماعيل العود، سلم الكرة للرباج، ابراهيم الرباج روق عدى سدد، يا سلام. والتسديدة اللي كانت من ابراهيم الرباج انبر لها اسكندر بالطريقة المثالية وابعد الخطر عن المرمى الجزائري. هذه كرة الرباج، يا سلام عليك، سدد من امام مدافعين وهم طاري، واحدة بالكعب يا عيني، وصلت لابراهيم الرباج، رباج عدى بالمهارة، رباج يمشي بالكرة، رباج فرصة الثاني، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. من كل بستان زهرة ومن بستان المغرب يظهر الرباج، يظهر الرباج، الرباج بمهارة كبيرة يغازل كل من يتابع، يغازل كل من يشاهد. ابراهيم الرباج كان وراء الهدف الاول، وابراهيم كان وراء الهدف الثاني بمهارة منقطعة النظير. نعم سجل لقماني، نعم صاحب الرقم 17 ابراهيم الرباج، يا سلام يا سلام يا سلام. سدد بيسارة، سدد بيسارة، لم تكن قوية لكنها كانت مركزة، ولقماني يكمل مع الكرة. إذا في الدقيقة الرابعة والأربعين أسود أطلس يهزون الشباك في مرة ثانية عن طريق رامي لقماني. لقماني ثاني أهدافه في هذه البطولة وأول أهدافه في هذا اللقاء، ولكن مثل ما قلت مثل ما ذكرت مفتاح اللعبة إبراهيم الرباج، مفتاح اللعبة إبراهيم الرباج لاعب تشيلسي الإنجليزي، هذا المميز اللي قدم مستوى فني رائع. لعب وسط ميدان المنتخب الجزائري، كرة محاولة خطأ فادح، ولكن بالطالب كضول الكرة على نفسه وبالكعب نوبالي سلمها لياسين عابد، ياسين مهاري، ياسين داخل المنطقة يحاول يبحث عن ركله جزاء، والحكم ديال حديدي، حديدي السلام ضرب منتصف الملعب، سلمها للعود، اسماعيل العود روغ عودة تسديدة، حديدي في الثانية ضيعها. يا سلام يا اسكندر قومنتيني، اسكندر حامي عرين المنتخب الجزائري يبعد كرة الهدف الثالث. كرة عند العود، اسماعيل، اسماعيل داخل المنطقة، اسماعيل راوغ، اسماعيل عرضو، يا سلام يا اسكندر، يا سلام يا اسكندر، يبعد هدف آخر للمنتخب المغربي بمهارة كبيرة. حديدي إليان يلعب كورته على القائم الثاني والوصول إلى نوبالي، محمود نوبالي ملعوبة للأمام باتجاه مكني، ولكن عمليات حمائية للاعبي المنتخب المغربي. آدم سودي، سودي بينية باتجاه ابراهيم الرباج امام نوبالي، وابراهيم حط الكرة اوت الى خارج ارضية الملعب، الى خارج ارضية الملعب. بالطالب اخطا في الكنترول فوصلت لياسين عابد، ياسين راوغ، ياسين ممكن يسدد بصورة، تغيرت الكرة الى خارج. وجريني الياس يلعب كرة خطيرة 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 جزائرية، مطلق صفرتها واني الشاب نفذ على القائم الاول، خطيرة 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 خطيرة، ما زال الخطر لكن وصول لآدم المعاش. هذه الكرة الأخيرة الخطيرة اللي كسب من خلالها المنتخب الجزائري الركنية الثانية، ومباشرة إلى الركنية الثانية اللي وصلها وأمنها آدم المعاش. ابراهيم الرباج يترك مكانه لآدم بوزير، وايضا يغادر رامي لقماني. امامنا الرباج وايضا رامي لقماني من كان وراء اهداف المنتخب المغربي وغادر. فالمي باتجاه عابد، ما فيش اوفسايد، ياسين يمشي، ياسين خطير، ياسين داخل المنطقه، قال هناك ركله جزاء، الحكم لا يشير الى شيء. لا، ماذا تشير يا حكم اللقاء؟ الحكم اشار لضربه مرمى، حكم اشار